ازيكم؟ انتوا وحشتوني جدا. ما صدقتش نفسي لما قالوا لي في البيت انت ممكن تروحي لهم. اللي هو انا دلوقتي بقيت كبيره كفايه ان انا اعرف اروح. عادي، مش هنقولك لا زي قبل كده. كانت حاجه حلوه عامه نعرف اجي هنا. في حد منكم هنا كان زعلان مني بس عشان ما جيتلوش قبل كده؟ كان بيجيلي في الاحلام ان هو زعلان، بس انا جيت اهو. بس المشكله ان انت مشيت بدري قوي. انا بس كنت صغيره مش اكتر، بس كنت دايما في بالي. وانتوا كمان. انتوا مشيتوا قبل منه بكتير، بس انا فاكراكوا كويس، فاكره تفاصيل كتير قوي ما بينا حلوه. اما انت بقى، فانت السبب اللي جابني هنا اصلا النهارده. انا كبيره، بس ده ما يمنعش برضو ان انت عملتي زيهم ومشيتي بدري قوي. كان في حاجات كتير لازم نشاركها سوا ملحقناش، وكان نفسي التواصل ما بيننا يبقى احسن من كده بكتير. هو في الحقيقه كان نفسي التواصل معاكم كلكم يبقى احسن من كده بكتير. اديكوا انتوا مشيتوا وانا ما عرفتش احكي كويس مع اي حد فيكم، وبقيت الناس اللي بقيالي حتى في العيله دلوقتي مش متاكده اني هعرف احكي معاهم كويس. احنا عيله طيبه، كل اللي يعرفنا بيقول ان احنا مفيش مننا اتنين، بس ده شكلنا من بره. احنا بقى مع بعض عاملين ازاي؟ ما بنعرفش نتكلم، ما بنعرفش نحكي، ومش عارفه المفروض الواحد يفضل لحد امتى كده كل اللي عايز يقوله ما بيعرفش يقوله. انتوا متعبين قوي في الموضوع ده، وانا دلوقتي سهل عليا ان انا اقول الكلام ده لانه محدش فيكم هيقوم يرد عليا اكيد. هي المشكله بقى في الناس اللي ده لسه معاهم. خايفه نفضل كده مفيش ما بينا تواصل، نفضل كده اهو ما نعرفش نتكلم لحد ما كلنا نيجي هنا نبقى مع بعض هنا في الاخر.